السلام عليكم متتبعي القناة، أتمنى تكونوا بصحة وسلامة وبأحسن الظروف إن شاء الله. سنة سعيدة تدخل عليكم بالصحة والهنا وراحة البال وكل ما تمنيتو يا رب إن شاء الله. اليوم غادي نحضر معكم واحد أكلة ديال البرد، كتكون غنية بالقطاني وهذه معروفة كدار في وقت البرد. غادي ناخد هنايا طنجرة، عندي هنا تقريبا حبة ديال البصلة كبيرة، يعني ما كتقيدوش بمقادير معينة، كل واحد على حسب الكمية اللي بغى يحضر منها. هنا تقريبا كيف ما كتشوفوا عندي هاد الزلافة عامرة بطماطم هكا محكوكة، حكيتها ونفس الزلافة كنعبر بها العدس. هاد العدس رطبته تقريبا شي 3 سوايع وهو مرطب في الماء صافي هكا، وصفيته 3 سوايع ولا ساعتين ونص على حساب. غير هو منين كترطبوه باش منين كنبداو نطيبو ما كيتحلش، باش يبقى هكذاك الحبه تبقى صاينه صافي. وعندي زلافه، نفس الزلافه عندي ديال الحمص مرطب ليله كامله. وهنا عندي الفول ديال اللي كنستعملو كنحضروا به البصاره. هنا تلصق لانني غسلته هكا وصفيته في الصفايه، داكشي علاش لصق على بعضياته. صافي هنا غادي نضيف القزبر ومعدنوس، هاد الكميه اللي كتشوفوا مقطعين. انا الحمص هنا مازال غنزيد شويه الحمص، يعني كيبقى على حساب الرغبه ديالكم. صافي هنايا عندي كندير واحد الا كنتو كتبغوا الحار، درت هكا مزيود هكا ديال السودانيه، كتقدروا تضيفوا كتر على حساب، اولا السودانيه حتى هي الا بغيتو. عندي 3 الوريقات ديال عصير سيدنا موسى، وهكا فصوص ديال الثوم نقيتهم وقسمتهم هكذا على زوج، ولا بغيتو ترميو حتى فصوص هكا ديال الثوم بالقشره ديالهم كتضيفوهم. هنا ضفت تقريبا شي معلقه صغيره، معلقه وشويه ديال المساخن، وغادي نزيد البزار، الفلفل الاسود، يعني البهارات كتبقى على حسب الكميه اللي نتوما محضرين. غنضيف هنايا الفلفل الاحمر الحلو، غنضيف الخرقوم البلدي. بالنسبه لهداك المزيود ديال الفلفله، الا كنتو ما كتبغوش الحار من الاحسن كتزولوه كيف ما غندير حتى انا، تخليوه حتى الاخير حتى تقليو هاد العناصر مع بعضياتها كتضيفوه هنا باش ما يتحلش هكا ويعطي الحراره بزاف. هنايا ضفت سكينجبير كيف ما كتشوفوا، وشويه الكمون غير شويه، تقريبا يمكن 4 معالق صغيور هكذاك ولا قل. صافي وكنضيفوا هكا الملح على بحسب الذوق. وغنضيف 2 معالق كبار تقريبا ديال 2 معالق حتى 2 معالق ونص ديال الطماطم هكا المركزه. يعني كيبقى دائما كيف ما قلت لكم مقادير كتبقى على حساب الكميه نتوما اللي بغيتو تحضروا اقل من هاد الكميه او لا اكثر، يعني الوصفه راه هي نفسها كتبقى ما كتغيرش. هنا ضفت واحد المعلقه صغيره تقريبا ديال السمن، وكتضيفوا زيت الزيتون، صافي غنضيف هكا شويه ديال الماء، غير شويه، زلافه تقريبا هكا صغيره، وغادي نوضع الكل فوق النار. هنا شويه الحلبه، حتى هي كتكونوا هكا نظفتوها غسلتوها نسيتها، كتضيفوا شويه ديال الحلبه صافي، وكتحركوا الكل مع بعضياتو، كتخليوه هكذا، كتخليوه باش يتقلى. صافي كتغطيو على الطنجره وكتخليوها هكذا شويه تشحر. هنا كنوريكم بان هذاك المزيود ديال الفلفله حتى كتشحروا شويه هاد المقادير كلها مع بعض، عاد باش ملي كتبغيو تمرقوا عاد باش كتضيفوه. صافي هنا بعد ما تشحر شويه غادي نمرق هكذا بالماء بالكميه الكافيه.
وغنضيف هاد السودانيه صافي. كنغطي عليه وكنخليه كيبدا كيطيب. هنا صافي تقريبا كلشي طاب. منين كيطيبوا لنا هذوك يعني القطن اللي وضعنا، منين كلشي كيطيب كناخذو هكذا لسانطير، كميه من لسانطير وكنضيفوها. كنضيفو كميه بحيث انها الطبخه منين كطيب هاد الاكله هذه كنسميوها فتة الشطبه. وما هي كتحضر بواحد العجين كيتفتل بطريقه معينه، لكن انا هكا كنحضرها غير بلسانطير، كتجيني مزيانه وكتجي خفيفه، بالنسبه لي كتجي احسن واسهل. صافي كتضيفوا خاصها منين طيب تكون ماشي عاقده بزاف ثقيله وماشي تاني خفيفه، يعني كتضيفوا لسانطير على حسب اللي يعطيكم هذا القوام هذا. وهنايا ضفت شويه ديال السمن، وكتقدروا تضيفوا زيت الزيتون في الاخير منين كطيبوها. صافي كتوجد هنا، ها هي وجدات، كنوريكم بانها وجدات، وهذا هو القوام ديالها كيكون بهذا الشكل هذا. وراه مازال منين كتبدا تبرد كتزيد كتعقد شويه. صافي هذه هي الوصفه ديالتنا، كنتمنى تجربوها وتعجبكم، وإلا عجباتكم ما تنساونيش من الدعم ديالكم، وشكرا لكم، خليت لكم الراحه، والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.